اهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منظر ونكهه في كويزين جميله بن غزال. اليوم باش ناخذوا تصبيره الطماطم الخضراء، طماطم في متناول الجميع. نغسلوا الطماطم نتاعنا تحت الماء الجاري، نحضروها وناخذوا بالكعيبه ونقصوا كعبة الطماطم في اثنين، ما نعبر عليها بالطماطم المشرحة. طريقة عريقة من أيام جدادنا وأمهاتنا، يشرحوا الطماطم ويملحوها ويشيحوها. كملنا الطماطم متاعنا، صففناها، ملحناها ونوضعوها للهواء والشمس تشيح. كملنا الكمية كاملة من الغسيل للتقطير للتشريح والتمليح. الملح هذايا يعمل غشاء للطماطم متاعنا ويعطيها النفس الطويل باش مساحة الطماطم متاعنا ما تقلى. ناخذوا رحاة ونعمروها وتدريجيا نرحيو الطماطم متاعنا حتى تصبح تحفظ في دبيب زيت بولار والا اواني صحيه تدوم معانا لمده طويله ما تتخربش. وهذه الطماطم متاعنا حضرت التقليديه العريقه التونسيه اللي مغسوله ومشرحه ومملحه وشايحه للهواء والشمس ومرحيه. نعملوا بها الصوص طماط، نعملوا بها المعجنات، نعملوا بها السوائل. منظر ونكهه وتاكلوا بالشفاء.